السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نهندل جزء ال API والريجستر. بدون كلام كتير يلا بينا. هنفتح فيس كود. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت احنا عملنا جزء السكيما بتاع اليوزر، تمام، وعملنا جزء الكونكشن زي الفل. عايزين نعمل ايه بقى النهاردة؟ دلوقتي زي ما انت شايف احنا هنا اصلا بنضيف الداتا في الاري بتاعتنا القديمة. احنا حذفناه اصلا بس هنا بنضيف الداتا. احنا عايزين بقى نضيف الداتا فين؟ الداتابيز. فاحنا عايزين نشوف بقى نعمل الكلام ده ازاي. فهنشيل السطر دوت خلاص، مش محتاجينه بقى خلاص. هنقول له ايه بقى؟ هنقول له كونست يوزر. ليه عملنا هنا متغير؟ عشان هنا دلوقتي المتغير دوت هنعوز نمرره هنا. يعني الداتا ديت لما كنا بنبعتها كنا بنبعت له ايه؟ الاري كلها او مثلا اليوزرز كلهم. بس لا، احنا مش محتاجين يوزر كله، احنا محتاجين يوزر بس اللي هو بيسجل ده. عايزين نرجع بياناته، فاحنا هناخد اليوزر ده كده اصلا نحطه من دلوقتي هنا كده، بحيث ان احنا لما نيجي نكريت اليوزر فيبقى موجود هنا معانا يعني. زي الفل. عايزين نقول له ايه بقى؟ اليوزر بتاعتنا المتغير اللي فوق دوت، اللي هو دوت لو قلت لك عليه هنستخدمه دوت كرييت. ايه كرييت ده بقى؟ كرييت دوت بياخد منك البيانات اللي انت ممرها في السكيما، البلان زي ما تقول كده، البلان اللي انت عامله اصلا هنا. يعني انت عايز يا باشا نيم وايج وايميل والحوارات دي كلها، فهنكتبها هنا بس. فهتقول له هنا نيم، حتى لو تيجي تكتب كده نيم هتلاقيه بيقترح لك اصلا الحاجات اللي في السكيما. فهتقول له نيم طبعا. يعني بص احنا هناخد الحاجات دي كلها طبعا كده. دول كلهم كوبي كده. طبعا مش هنستخدم الاي دي فهنشيله دلوقتي. شيل دوت. زي الفل. كلام جميل وزي الفل كده احنا خلصنا. بجد والله، والله خلصنا. لا يا راجل. تعالى بقى عايزين نشغل السيرفر ونجرب جزء الريجستر ده. هنقول npm run dev. بسم الله. بص اهوت وهنا عمل لك سيرفر لايف و كونكشن سكسس. تعالى بس نعمل زوم كده عشان حاسس ان الكلام ده بعيد شويه. زي الفل. تعالى بقى ايه، نفتح الداتابيس بتاعتنا من كومباس. زي الفل. اعمل هنا كونكت. اعمل لنا كونكشن اهوت. افتح المشروع بتاعنا. ودي اليوزر بتاعتنا طبعا زي ما انت شايف هي فاضيه لسه، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل ريكوست ميثود عليها. هنقول نوع بوست ونقول له http نقطتين سلاش سلاش لوكال هوست. البورت بتاعنا 3000 وقلنا اوس وريجستر. ريجستر. عايزين بس نتأكد انه صح عشان مش كاتب على غلط. هبدأ كوبي كده وزي الفل. هنخش بقى على جزء البادي وهنقول له الجزء الرو طبعا. نقول له هنا جيسون. يا باشا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين النيم، تمام. النيم مثلا وليكن محمد. ومحتاجين يا باشا كمان الايدج وليكن 19. وكمان يا باشا الايميل مثلا محمد @gmail.com. وكمان محتاجين الباسورد. الباسورد هيبقى مثلا 1 ل6. واخيرا الجندر. ونقول له هنا ميل. ونعمل يا باشا سند ريكويست ونقول بسم الله. قال لك هنا ايه؟ بيقول لك فيلد. ليه بقى فيلد؟ تعال نشوف بقى المشكله فين. طبعا هنا ما جابلكش ان في ايرور اصلا، فايه بقى المشكله فين؟ تعال نشوف. طبعا زي ما انت شايف المشكله عشان احنا اصلا مستخدمين بورت 5000، انا كاتب 3000. فهنغير طبعا البورت ونقول له 5000 ويعمل سند. زي الفل. قال لك ايه هنا بقى؟ قال لك ترو، تمام. قال لك اليوزر اتنشأ فعلا. وقال لك كريتد يوزر، تمام. اليوزر اتعمل فعلا، بس خد بالك اليوزر مرجع اوبجكت. ازاي يا عم؟ احنا مش كريتنا يوزر. تعالى نطلع فوق. هنا اليوزر يا عم احنا مكريتين اهوت ومضاف هنا والدنيا زي الفل. انت بتضحك علينا ولا ايه؟ تعالى نخش على الداتا بيس كده نشوف اصلا اليوزر ده موجود فعلا ولا لا. تعالى نعمل ريفرش كده. الله، يوزر موجود. امال راح فين يا جدعان؟ بص بقى، هنا بتيجي فكره الاسync والاويت. ايه بقى؟ هنا اصلا دوت يعني حاجه، الداتابيز دي حاجه بره المشروع اصلا، فاهمني؟ فدلوقتي هو بيروح للداتابيز ويجي، فبيتاخر. زي الفل. بس هنا اللي عندنا النوت جي اس بتقرا سطر سطر. يا باشا انت ما خلاص اتاخرت، اتاخر براحتك.
انا هكمل ماليش دعوه بيك. فهنا محتاجين نقول له يا نوت جي اس استنينا هنا لحد ما ده يخلص وبعدين ابقى كملي. فنقول له ايه؟ هنقول له اويت. هنا يجي هنا كده نقول له اويت، وما دام استخدمنا اويت فاحنا محتاجين نستخدم اسync، فهنيجي هنا قبل الفانكشن ونقول له async ونسيب. وتعالى نعمل ايه؟ استنى بس كده عشان الايرور ده يروح، او راح اهوت. تعالى بقى نعمل سند كمان على بوست مان، نغير بس الايميل خليه مثلا محمد واحد، نعمل سند. رجع لك البيانات كلها اهو، قال لك يا باشا اليوزر اهوت ومحمد ودنيا زي الفل وزي السكينه في الحلاوه. تعالى هنا كده واعمل ريفرش، برضو المستخدم موجود. فهنا لازم تستخدم الاسync والاويت، عشان هنا دلوقتي دي حاجه بتتاخر، فما دام بتتاخر فاقول لها استنى شويه زي الفل. في هنا مشكله بقى. ايه بقى المشكله؟ تعالى كده نخش في الداتابيس تاني. الباسورد، تعالى بس نكبر كده، اعمل زوم لو يعملش زوم برضه. الباسورد ده، انت شايف الباسورد 1 2 3 4 5؟ ايه يا باشا اللي انت عامله؟ انت بتهزر ولا ايه؟ افرض حد دخل على الداتابيز، ولا حتى لو مثلا يعني لو انت معاك فريق مثلا شغالين في المشروع وليهم اكسس على الداتابيز، يعني صباح الفل اللي يخش يبص على الداتابيز الايميل معايا والباسورد معايا، صباح الفل يعني. فالكلام ده ما ينفعش. فعايزين نشفر الباسورد بتاعنا قبل ما نخزن. يا باشا شيله كده الاول، وعايزين نشفره ازاي؟ بحاجة اسمها بيكريبت. ايه بقى بيكريبت دي خاصة بالتشفير. تعالى بس ننزلها الأول، تبقى npm install bcrypt js. نزلت معانا هي. تعالى بقى نشوف هنستخدمها ازاي. ما دام نزلناها فاحنا عايزين نستدعيها الأول أو نعمل لها import. فهنقول import البيكريبت زي الفل. سيب بقى كده وننزل لتحت. تعالى فين في المنطقة دي كده، تمام. طب البيكريبت اصلا دي بتعمل ايه اصلا؟ البيكريبت ببساطه هي حاجه بتشفر. يعني ايه بتشفر؟ يعني مثلا الباسورد ده احنا محتاجين نشفره. هو الباسورد بيجي لنا من المستخدم، بيجي لنا ازاي؟ بيجي لنا 1 2 3 4 5 6 زي الفل. محتاجين نشفره. البيكريبت شايف الرقم دوت، هتعمل فيه ايه؟ هتخليه كده مثلا، يعني كلام ما انتش فاهم فيه اي حاجه اصلا. فدي البيكريبت بتعمله، تمام. ولما بقى يجي يعمل لوجن للمستخدم، فالمستخدم اكيد مش هيكتب العبط ده، لا، المستخدم يكتب نفس الرقم اللي هو دخله، اللي هو الباسورد بتاعه، تمام. والبي كريبت بقى هتعمل ايه؟ هتاخد الرقم دوت وتعمل كومبير بقى وتقارن بقى وتشوف لو الرقم مظبوط ومش عارف ايه. خلاص لو الرقم مظبوط يا باشا، هو نفس التشفير يعني وكده، فخلاص ده المستخدم صح والباسورد بتاعه صح فدخله. لو الباسورد غلط فهيقول له لا يا باشا وشكرا وقف مكانك. فدي فكرة البي كريبت زي الفل. هنستخدمها ازاي بقى؟ احنا عرفنا كده البي كريبت تعمل نستخدمها ازاي. بكل بساطة هنقول له ايه؟ كونست، نعمل متغير كده ونقول له مثلا هاش وليكن باسورد، تمام. نفتح كوبي، نفتح قصدي ايكوال، ونقول له ايه؟ نقول له بكريبت دوت. بص بقى، احنا هنستخدم حاجة اسمها هاش، واحنا عندنا حاجتين من الهاش، حاجة اسمها هاش وهاش سينك. الاتنين ممكن تستخدموا عادي. هتستخدم هاش تحط قبلها اويت، هتستخدم هاش سينك شيل الاويت مش لازم. فايه، نستخدم هاش سينك على طول احسن يعني. فنقول ايه؟ هاش سينك. دي بتستخدم مننا ايه بقى؟ تعال نشوف. تستخدم مننا الباسورد بتاعنا زي الفل. حط يا باشا الباسورد. هنقول له هنا تكتبين، قول له هنا الباسورد على طول زي الفل. ايه تاني؟ تستقبل مننا كمان حاجة اسمها سولت. ايه بقى السولت دوت؟ السولت دوت يعني ملح، لو انت عايز تترجمه بالعربي. يعني ايه برضه الملح؟ يعني نحط ملح على الكود؟ لا، بص بقى. دلوقتي زي ما انت شايف هنا السولت دوت بيستقبل منك قيمة نمبر او سترينج، تمام. تعالى بقى نشوف السولت ده بيعمل ايه. بيقول لك هنا salt length to generate or salt to use default to 10. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك من الاخر السولت دوت لو عايز تضيفه ضيفه، مش عايز تضيفه عادي برضه، بس الديفولت بتاعه هنا كام؟ 10، تمام. فهو هنا اصلا بيستقبل منك يا رقم يا سترينج. فلو هتكتبه كسترينج فهتكتبه ايه؟ يعني ايه في دبل كوتس وكده، بس هو رقم يعني في العموم زي الفل. فهو هنا بيقول لك الديفولت بتاعه 10، تمام زي الفل. تعالى بقى نضيف يا عم ايه وليكن 10 برضه. ماشي. خد بالك من حاجه كمان. تعالى كده نكتب، لو انت عايز تعمل سولت اصلا في متغير لوحده فهتكتب هنا كونست وتقول له هنا سولت مثلا ايكوال بيكريبت
دوت حاجه اسمها سولت او جنريت سولت جين سولت. تمام، في طبعا في السولت بس والاسync، فهنستخدم الاسync. تمام، وهنا طبعا بتمرر الرقم بتاعك. هنا بيقول لك راوندز نمبر. تمام، خد بالك برضو هتلاقي بيقول لك الديفولت برضو 10 برضو. تمام، فايزي يعني. فهنكتب له هنا يا عم وليكن 10. تمام، وشيل دوت وحط لي السولت اللي التانية دي اللي احنا كتبناها. كلام زي الفل. تعالى بقى قبل ما نضيف المستخدم ده هنا، يعني ممكن نعمل دوت كده، نعمل كومنت عشان عايزين ايه، نشوف الباسورد اللي جالنا ده هيبقى عامل ازاي. نقول له console.log الايه الهاش باسورد بتاعنا ده، هاش باسورد بتاعنا ده زي الفل. من اللي هنا كلير وشغل السيرفر npm run dev. نعمل send. هنا جاب لنا ايرور. تعال بقى نشوف الايرور فين. بيقول لك هنا سطر 53. هنا فين ال 53 اليوزر. هنا اليوزر ده اعمل له شيله خالص يا عم، مش محتاجينه عشان ايه، هو بس عشان ده موقف عمل كومنت فجاب ايرور. نعمل send. قال لك بترو وكرييتد يوزر الدنيا زي الفل. تعالى سايب بقى كده. تعالى قصدي نشوف زي ما انت شايف. بص بقى اعمل زوم اكتر كده عشان ايه، كلام انت اصلا ما تتوقعش منه هو ايه ده اصلا. يعني متخيل ان ده اصلا من 1 ل6، فرقم يعني وحروف انت ما تفهم منها اي حاجه. فده التشفير. اعمل زوم اوت تاني كده. هنخش بقى على الداتابيز. طبعا هو مفيش حصلش اي حاجه في الداتابيز لان احنا اصلا عاملينها كومنت زي ما انت شايف كده. فيا باشا رجع تاني ورجع لي برضو اليوزر. قول لي هنا يوزر. هنكتب بقى هنا ايه، نكتب باسورد. هنكتب باسورد بس كده بجد والله. امال ايه اللي احنا عاملينه هنا ده؟ هنقول له طبعا بتساوي الهاش مين باسورد بتاعنا. ونسيف. وتعالى ايه، تعالى نعمل سند زي الفل. زي ما انت شايف كده قال لنا ايه، شايف الباسورد او كلام اللي انت شايفه ده. طبعا ده بس ده اللي تحت ده الاي دي زي الفل. عايزين نعمل كمان سند كده. في ايرور. ايه بقى الايرور دوت؟ بص الايرور ده هيطلع لك لما تعمل ايه، بيقول لك هنا ايه الاندكس ايميل كي مش عارف ايه والكلام ده كله. معناه ايه الكلام ده يعني؟ بيقول لك انك هنا عملت هنا تعالى ارجع كده للسكيما. لاحظ بقى حاجه، احنا هنا قايلين ان الايميل يبقى يونيك. يعني ايه يونيك؟ يبقى فريد. الايميل ده ما ينفعش يتكرر. يعني ايه ما ينفعش يتكرر؟ يعني يا باشا الايميل دوت احنا لسه عاملينه اصلا في السند اللي فاتت، صح؟ تعالى كده في الداتابيز ونشوف. هنا اهوت ايميل اللي اخره 2 اهو معمول اهوت موجود. طب هل اي في ايميل تاني بنفس الكلام ده؟ لا مفيش، الايميل ده بس موجود. فاحنا لما عملنا سند اصلا على الايميل دوت في بوست مان على الايميل دوت، فقال لنا لا ما ينفعش يا باشا، الايميل ده يونيك، الايرور ده اصلا جاي بالداتابيز. تمام، فقال لك ما ينفعش انت يا باشا غير لي الايميل عشان هو يونيك بعد اذنك يعني. فمثلا نغيره ونقول لك مثلا حط اي حاجه كده واعمل سند. زي ما انت شايف هيكريت عادي مفيش اي حاجه زي كده. الدنيا زي الفل وشغاله زي الفل. ماشي، ايه تاني بقى؟ انا كده عملنا ايه الريجستر كده، احنا خلصنا الريجستر. تمام، طبعا ما خلصتش بشكل كامل، محتاجين لسه نعمل فاليديشن. اقول لك تعالى بالمره نعمل فاليديشن. نقول له هنا اف، نقول له النيم دوت لينس اصغر من مثلا وليكن مثلا 2 كويس ولا 3، خليه 5 ماشي، خليه 5 كويس. ونقول له ايه، ابعت لنا بقى ايرور. بص بقى دلوقتي احنا محتاجين نبعت ايرور كجيسون، يعني يرجع لنا كجيسون زي كده. هنقول هات لي ده كوبي كده مثلا، وايه شيل دوت كلهم كده مش محتاجين دول دلوقتي. طبعا الاستاتس عمره ما هيبقى 200 يعني عيب علينا حتى. هنقول له 400 عشان يبقى فيلد. وهنا قول له يا باشا ايه بقى، قول له سكسس فولس. وعايزين نبعت المسج بتاعنا. تعالى بس الاول نشوف احنا كتبنا ده ليه اصلا. دلوقتي احنا قلنا له نيم دوت لينز ال5. يعني ايه الكلام ده؟ هنا اقل من ال5، يعني لازما النيم يكون اكبر من ال5. يعني ما تبعتليش مثلا، يعني لو انت اسمك علي مثلا عشان من 3 حروف اهوت،
لو اسمك علي فانت تكتب لي يا باشا اسمك علي كامل، علي ايه، علي احمد، علي محمد، اي علي بقى، اكتب ايه اسمك كامل. فهنا هنقول له ايه لازما الاسم بتاعنا ما يكونش اقل من 5. انت بقى عايز تغيرها، عايز تخليها 2، عايز تخليها 1، زي ما تحب انت يعني. فنقول هنا مسج بقى، عايزين المسج بتاعتنا، ونقول له ايه the name must be longer 5 character. زي الفل. فهنا ايه، بس خد بالك بقى من حاجه هنا كده غلط، ما ينفعش نكتب الكلام اللي احنا كاتبينه ده. احنا عايزين لما يجي يخش هنا، لو دخل هنا ما يكملش. يعني ايه ما يكملش؟ يعني بص استنى، انا عايز اوريك الاول عشان ايه نعرف احنا اصلا ليه بنعمل حاجه زي كده. زي ما انت شايف هنا رجع الدنيا تمام وزي الفل. ليه؟ محمد اكبر اصلا من 5 حروف. هنخليها عالية بقى كده، وغير الايميل برضو خليه 4. اعمل سند. قال لك هنا يا باشا طلع لك رساله والدنيا زي الفل اهوت، وقال لك فولس وكل حاجه، وكمان خد بالك ان الباتري كويست دوت 400. الدنيا زي الفل اهي. تعالى هنا بص بقى، هنا بيقول لك cannot set headers after they are sent to the client. يعني ايه الحوار دوت؟ بص من الاخر والملخص، يعني بيقول لك انت باعت لي يا باشا 2 ريسبونس، يعني واحد هنا والتاني هنا، تمام؟ فهنا ده ما ينفعش، هو ريسبونس واحد بس اللي يرجع، تمام؟ حتى كمان هتلاحظ ان هو كاتب لك، بيقول لك السطر 53، وبص حتى اول سطر ريسبونس اهو. فهنا بيقول لك يا باشا يعني انت ريسبونس واحد بس رجعهولي في ايه، في الراوت ده بس. يعني كل راوت يعني ايه ترجع لي ايه ريسبونس واحد بس، ما ترجعليش اللي انت، احنا مش بنهزر هنا. فهنا هنقول له ايه، هنقول له ريتير. يعني ايه بقى ريتير؟ يعني يا باشا اول ما يجي هنا وقف مكانك، ما تكملش الكود اصلا، تمام؟ بحيث ايه برضو يعني البرفورمانس برضو ما يقراش كود ملوش لازمه، وكمان برضو عشان ما يبعتش الريسبونس التاني معاه. فزي الفل. تعالى بقى نعمل سند بقى على علي كده تاني. طبعا هيطلع لنا نفس المسج اهوت، هنا مفيش اي ايرور، زي الفل. فانا يا باشا تكتب ايه، تكتب ريتير. كلام جميل. عايزين بقى مين تاني؟ عايزين يا باشا الايدج اللي على الدور. فنقول له هنا هات لي دوت، نكتب بقى else if وخلاص. else if نقول له ايدج. ايدج طبعا مش سترينج، هو رقم، فهنقول له لو اصغر مثلا من 12 مثلا، ماشي؟ فالاكبر من 12 فشغال معانا. هات لي يا باشا دوت السطر دوت، ونقول له ايه، ونقول له هنا the age must be longer مين 12. زي الفل. عايزين بقى مين تاني؟ يعمل لي كمان السيف كوبي كده، شيل دوت. عايزين الجندر. سيب الايميل دلوقتي. الجندر بقى بص، لا رقم ولا لينس ولا اي حاجه من دي. الجندر ده اصلا حاجتين، يا ميل يا فيميل. فاحنا هنعمل عليهم ازاي؟ هنقول له بكل بساطه لو الجندر لا يساوي الميل، او جندر لا يساوي مين الفيميل. لو مش بيساوي دوت ولا دوت، فبص قول له يا باشا عليك invalid gender، ويتفل عليك، ماشي؟ وقلنا اقول له بقى ايه فاضل باسورد. وعايزين باسورد ايه مثلا يكون 8 حروف، ما يبقاش اقل من 8 حروف مثلا، او 8 ارقام، يعني اي حاجه. فهنا نقول له شيل دوت كله ده كده، ونقول له هنا باسورد. باسورد ايه دوت لينس بقى طبعا، عشان عايزين اللينس بتاعه اصغر من، لو اصغر من كام؟ لو اصغر من 8. فانا اقول له هات لي كده الرساله الاولانيه ديت، كوبي، واقول له هنا كده، واقول له the password must be longer 8 characters. زي الفل. هتقول لي بقى طب بالنسبه للايميل، طيب ايه الدنيا؟ بص الايميل احنا هنعمل له فاليديشن، بس مش كده عشان اقول له مثلا اكبر من لينس ومش عارف ايه، لا. فاليديشن المفروض هنشوف بقى هل الات موجوده، هل دوت كوم، الحاجات دي كلها موجوده، هل الايميل اصلا نفسه فاليد ولا مش فاليد، تمام؟ لكن بالنسبه لللينس بتاعه فدي حاجه يعني ما ترجع لناش احنا اصلا. ليه؟ ما عادي جدا ممكن تلاقي اصلا ايميل متكون من حرف واحد بس، تمام؟ فديت حاجه مش تبعنا. فالفاليد بتاعنا الفاليديشن بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا نتاكد ان الات موجوده والحاجات دي كلها موجوده. بس طبعا مش هتبقى في الفيديو دوت، يعني ايه نسكيب بقى النهارده، خليها فيديو تاني. تمام، احنا كده خلصنا الفاليديشن بتاعنا. عايزين بقى نشوفه شغال ولا مش شغال. فتعالى هنا كده في بوست مان. طبعا احنا قلنا
دوت شغال اهوت بتاع النيم. عايزين مثلا نغير النيم نخليه مثلا وليكن ايه احمد. خلي بالك ان احمد 5 حروف، ادي 1 2 3 4 5. يعني هيجيبوا معانا ولا مش هيجيبوا؟ تعال بص نشوف الكونديشن بتاعنا. دلوقتي بيقول لك لو اصغر من ال5. هل ال5 معانا؟ لا، ال5 مش معانا. يبقى ايه من 4؟ من اول 4 كده مش هيقبل. فاحمد هيقبل احمد، يعني هيقبل احمد عادي. اعمل سند. قبل احمد وقال لك invalid gender. ليه بقى؟ تعالى بقى نشوف ليه. هنا باعتين هنا ايميل عادي اهوت والدنيا زي الفل ومفيش اي مشاكل. ليه بقى هنا بيقول الكلام ده؟ هنا بقول له لو الجندر بيساوي ميل او الجندر بيساوي لا يساوي فيميل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو مش بيساوي ميل ولا بيساوي فيميل فاعمل لي الكلام ده. امال ايه المشكله يا عم مطلع لنا الرساله دي ليه؟ تعال نشوف، بس في غلطه كده احنا مش واخدين بالنا منها. ايه هي؟ بص بقى. لو الجندر لو مش بيساوي ميل، يعني مثلا الجندر لو بيساوي مثلا فيميل مثلا، يعني ايه اللي هيحصل؟ خد بالك اننا كاتبين او. يعني ايه او؟ يعني يا ده يتحقق يا ده يتحقق. ولو واحد فيهم اتحقق فطبيعي لازم يحقق السطر ده. فدي غلطة. احنا عايزين نقول له هنا، عايزين نقول له و. يعني ايه و بقى؟ لازما الاتنين دولت يتحققوا. تمام؟ يعني مش يعني ايه يتحققوا؟ يعني الجندر ما يبقاش ميل وما يبقاش فيميل، يبقى حاجة تالتة. يعني الجندر مثلا يبقى اي حاجة بأي نوع بقى، اي كلام معنى كده. فتعالى كان سيب. وتعالى نقول له هنا ايه، نقول له مثلا اي حاجة كده. اعمل سند. invalid gender. طب تعالى نخليه ميل كده تاني. سند. عدى معانا عادي وبدون اي مشاكل. هنا طلع لنا مين؟ طلع لنا الباسورد. يقول لك الباسورد يا باشا يعني لازم يبقى 8 ايه، 8 كاركترز. فنقول له مثلا من 1 ل 8. اعمل سند. تمام. هنا طلع لنا بقى ايرور. بيقول لك الايرور بتاع برضه اللي هو الايه الايميل. غير لي يا باشا الايميل، الايميل ده موجود في الداتابيس. خليه 5 يعني. اعمل سند. عمل لنا يا باشا اليوزر وعملنا فاليديشن والدنيا زي الفل معانا خالص. كلام جميل وزي الفل. طبعا ده الايرور اللي هو جالنا بتاع الايميل اهو. تمام. تمام كده احنا خلصنا يا عم بالريجستر والدنيا زي الفل. بص هو يعني خلصنا، يعتبر خلصنا. تمام، مش خلصنا كل حاجه. ليه؟ في فاليديشن هنستخدمه يبقى احسن من الطريقه اللي احنا، الطريقه المعوقه اللي احنا كاتبينها ديت. في طريقه احسن من كده، وكمان هنعوز نبعت توكن. تمام، يعني ديت عايزين دي تبقى فيديو مخصص اصلا للتوكن عشان نشرحه بطريقه ايه، مبسطه شويه. زي الفل. عايزين نعمل ايه بقى في اللوجن؟ بص يعني عايزين ايه في اللوجن؟ محتاجين نعمل ايه بقى؟ بص عايزين بكل بساطة نشيل الكلام ده كله. مش محتاجين الكلام دوت لان ده بيفايند على array اصلا. مش محتاجين دوت في حاجة. وبرضه مش محتاجين برضه كل الحاجات ديت. شيل كل دوت. هنكتب كل حاجة من اول وجديد في اللوجن عشان هنعوز نكتب فيها شوية حاجات. عايزين نكتب ايه بقى يا عم محمد؟ بص يا معلم. دلوقتي عايزين احنا طبعا ضفنا جبنا البيانات من البوست مان. تمام، الايميل والباسورد. اول حاجة نعمل ايه؟ دلوقتي الباسورد بيتشفر في الداتابيس. تعال نسيب. باسورد يا باشا زي ما انت شايف متشفر. فالمستخدم يكتب 1 فما ينفعش نقارنه بالباسورد اللي في الداتابيز. يعني لازم نعمل كومبير الاول. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. دلوقتي الاول عايزين نجيب اليوزر. يعني ايه نجيب اليوزر؟ احنا معانا الايميل يونيك. تمام. فعايزين نفايند في الداتابيز باليوزر دوت عشان اصلا ما نعوز نقارن. فهنقارن بالمستخدم بتاع الايميل ده. زي الفل. هنقارن ازاي؟ هنكتب كونست يوزر ايكوال. احنا عايزين نروح الداتابيز. هنروح ازاي؟ هنروح على طول كده يوزر على طول؟ لا، هنقول له اويت. عشان احنا هنا هنجيب بيانات من الداتابيز. فهنقول له اويت وحاجه اسمها فايند. زي الفايند بتاعت الاري. تعمل ايه؟ تدي لها يا باشا الايميل بتاعك. تمام، بتفضلك على بص كده. يا حبيبي ابعت. استنى كده نشيل دوت. يقول لك فلتر اهو. ماشي، بتفلتر. فهات لي يا باشا اليوزر صاحب الايميل ده. تمام. طبعا ده جايب لي ايرور عشان هنا محتاج اقول له اسync هنا. اسync. تمام. كده احنا جبنا اليوزر بتاع الايميل ده. محتاجين نعمل ايه؟ عايزين نكمبير بقى على الباسورد بتاعه. تمام. فنقول له هنا const match باسورد. نقول له هنا ايه؟ نقول له decrypt حاجه اسمها دوت كومبير.
كومبير برضو في منها الكومبير والكومبير سينك. ناخد السينك نقول له ايه. هنا بيقول لك اللي محتاج منك يا باشا الباسورد والهاش باسورد. الباسورد مين؟ اللي هو المستخدم دخله، اللي هو من 1 ل 8 ده. ومين تاني؟ الهاش باسورد. مين بقى الهاش باسورد؟ نجيبه منين طيب الهاش باسورد دوت؟ من اليوزر يا صديقي. اليوزر الباسورد بتاعه في الداتابيز. نقول له بس يوزر دوت باسورد. زي الفل كده احنا جبنا الكلام ده. محتاجين تاني بقى، نعمل ايه تاني؟ عايزين بقى نقارن بقى دوت. بيرجع طبعا. بص عايزين نشوف تاني كده، نقف عليه. طيب هنا بيقول لك بيرجع ترو اف ماشي. لو هو مظبوط هيرجع لك ترو، او فولس لو هو مش طلع صح يعني. تمام. فهنا بيرجع بوليان فاليو. طبعا نقول له كونديشن بقى. نقول له اف لو ماتش باسورد يعني طلع صح. لو هو صح فرجع لي بقى ايه؟ response دوت status 200 دوت جيسون success بترو. ليه success بترو يا باشا؟ الباسورد صح والدنيا صح، فرجع له بالترو. والمسج بتاعنا مثلا نقول له login مثلا successfully. كلام جميل. بس بص الكلام دوت ناقص حاجة. ناقص ايه؟ عايزين نأكد عليه ونقول له لو الباسورد موجود، قصدي لو اليوزر موجود والباسورد موجود. تمام. فنقول له هنا نقول له يوزر اند الباسورد، يعني ده يتحقق وده يتحقق. معنى ان ده يتحقق فالايميل موجود والدنيا زي الفل واليوزر اصلا كله موجود. تمام. ومعنى ان ده يتحقق ان الباسورد يكون صح زي نفس الباسورد اللي المستخدم كتبه. فهنا رجع لي الكلام ده. لو غلط else رجع لي الباسورد غلط يا باشا. هترجع ايه طيب؟ اقول له الباسورد غلط. كوبي. او مش الباسورد بقى اللي غلط. تعالى بس نشوف هنكتب ايه. نقول له ده فولس دوت 400. نقول له هنا user not found. قول له يوزر نوت فاوند. الكلام اللي انت كاتبه دوت مش مظبوط. خلي ديت 404 عشان دوت نوت فاوند مش باد ريكوست. وسيف وتعالى نجرب الكلام ده، شوفه شغال اصلا ولا لا. هات لي بس الراوت ده كده. كوبي على بوست مان واعمل نضيف لنا الكلام دوت. طبعا مش محتاجين كل الحوارات ديت. شيل دوت كده وشيل برضه دوت. عايزين دول بس. الايميل ده موجود ولا لا في الداتابيز؟ الايميل ده احنا لسه عاملينه طبعا زي ما انت شايف اهوت. موجود والباسورد موجود. بوظ لي بس الباسورد الاول كده. خليه مثلا من 1 ل7 اهوت. اعمل سند. قال لك ايه هنا بقى؟ هنا بيقول لك تعالى بس نقرا من الفيس كود اسهل. هنا بيقول لك argument string undefined. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده الاول نشوف الايرور فين. تعالى هنا كده ونكتب console console.log مين اليوزر. عايزين نشوف اليوزر. شوف اليوزر اصلا راجع ولا مش راجع. سيف. اعمل سند. تعالى نشوف كده. بص بقى اليوزر راجع معانا وكل حاجه. بس خد بالك اليوزر راجع معانا array. يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش. احنا عايزين objects. عايزين يرجع كاوبجكت مش array. ليه رجع لنا array؟ عشان دي find. تمام. فدي بترجع لك array اصلا. طب احنا عايزين يا باشا نرجع لنا اوبجكت واحد مثلا. يرجع لنا اليوزر صاحب الاوبجكت دوت او صاحب الايميل ده. قول له بقى في مين؟ find one. سيف بقى كده. تعالى ايه بس هو سيف هنا اهوت. تعالى بقى نعمل send كمان. قال لك user not found. ليه user not found الرساله ديت؟ عشان الباسورد مش صحيح. هنا بص رجع لنا اليوزر كاوبجكت لما طبعناه مش كاري. فعشان كده ايه هو اشتغل معانا. قال لك هنا user not found. تعالى بقى نرجع يا باشا خليه 8. نعمل send. قال لك login successfully. كده يا باشا عمل لوجن والدنيا تمام وزي الفل. طبعا هل اللوجن كده كمل كله؟ لا لسه ما كملش. محتاجين برضو حوار التوكن. يعني ان شاء الله هنبدا نشرحه يعني ايه في الفيديوهات الجايه باذن الله. وبكده يا صديقي نبقى خلصنا فيديو النهارده. عارف ان هو فيديو طويل شويه ورخم شويتين بس معلش يعني ايه شويه اللوجيك دوت لازم يبقى عندك في الاول بحيث ان احنا نبني عليه بعد كده باذن الله. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد وسلام.